مشاهدي متابعي تلفزيون يوم السابع، اهلا بيكم. ومباراه مهمه جدا في صداره الدوري بين الزمالك والمصري في الجوله السابعه من مسابقه الدوري. الزمالك المركز الثاني، المصري يتصدر المسابقه براحه طبعا بالكابتن رامي سعد نجم مصر نادي الزمالك. منور يا كابتن. حبيبي يا كابتن عمر، طبعا بتشرف دايما بالتواجد معاك، وبنتمنى التوفيق النهارده تطلع مباراه جيده للزمالك والمصري وتبقى مباراه ممتعه لينا الناس كلها بتقول الجماهير ان ده شاء ماتش الله. قمه بين الفريقين، اه الاول طبعا. والثاني. طبعا ما هو النهارده اللي هيكسب هيتصدر الدوري بفارق يعني، ودي هتبقى هيبقى خطوه شويه. كويسه جدا يا اما للزمالك يا اما للمصري. هو طبعا المصري بورسعيدي 11 نقطه، نادي الزمالك 10 نقاط. تشكيل نادي الزمالك النهارده التشكيلين فيهم مفاجآت وتشكيل غريب، يعني مصر اكتر غرابه بقى، كان الزمالك تحس في حذر شويه. تشكيل الزمالك بينهم النهارده محمد صبحي في حراسه المرمى، وقدامه عمر جابر ومحمد اسماعيل لاول مره يظهر، وحسام عبد المجيد ومحمود بن تايج. وفي نص الملعب في نبيل دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر واخواننا روبينا وعبد الدباغ وادم كايد. تشكيل غريب شويه. في البدلاء طبعا مع الزمالك النهارده مهدي سليمان وصلاح مصدق وبارون وشينج، لاعب طبعا صفقه جديده، ومعاهم احمد فتوح واحمد حمدي وناصر منسي واحمد شريف وعمرو ناصر وعبد الحميد معالي. ده تشكيل الزمالك النهارده. ورجوع كمان عبد الحميد معالي في دكه البدلاء بعد استبعاده فنيا من المدير الفني فيريرا. وشايف ان دخول محمد اسماعيل النهارده تبقى دفعه اول مره. لا هتبقى اول مره قادم من وهتبقى زد دفعه ومدافع كويسه جدا لانه متميز. مدافع جيد جدا. يمكن فرصه طرد محمود الونش المباراه الونش الماضيه غايب عشان 3 مباريات. ده حقيقه، فده هيديله النهارده يظهر ان شاء الله بشكل جيد ونشوفه بمستوى يليق بامكانياته. فعلا لعيب جيد ولاعيب مميز، بنتمنى له النهارده التوفيق. كمان ادم كايد بدأ بيه من البدايه مع وشيكو بنزا، استبعاد شيكو بنزا برضو دي حاجه من الحاجات الغريبه. ادم كايد لعيب جيد ولكن لم يظهر بالمستوى اللي احنا مستنيينه منه. عندنا اخوانا الفينا الحقيقه واحد من اللعيبه اللي ثبت نفسه بشكل كبير، مصر بيحب اللعيبه. ايوه هو فهو لعيب جيد جدا الحقيقه، عنده امكانيات فرديه واحد ضد واحد، امكانياته الفرديه عاليه هو فعلا جدا. بيفكرنا بخالد الغندور برضه. فعلا هو شبه بندق في اللعب وفي طريقه اللعب، ولكن بندق كان امكانياته اعلى بكتير منه الحقيقه، انا من وجهه نظري. كان خالد غندور كلاعب كبير الحقيقه. برضه الماتش البورسعيدي برضه التونسي نبيل الكوكي عامل تشكيله هجوميه غريبه مثيره جدا، يعني اللعيبه الدوليه كلها قاعده كلها قاعده. ايوه احمد عيد وخالد صبحي قاعدين. عمر الساعي يمكن لسه مش بالجاهزيه الكامله، ولكن هو الحقيقه واحد من هدافين الدوري. بس دول الناس برضه تشكيل المصري البورسعيدي النهارده: عصام ثروت في حراسه المرمى، قدامه باهر محمدي ومحمد هاشم وعمرو سعداوي وكريم العراقي، وفي نص الملعب في محمد مخلوف ومحمود حماده، دول ارتكاز، وقدامهم احمد عامر وعبد الرحيم تغموم ومنذر طمين وصلاح محسن. والبدلاء معاهم محمود حمدي واحمد عيد واحمد منصور وخالد صبحي وحسن علي وبنور بياشا واحمد الغرموطي وحسين فيصل وعمر الساعي. يعني عمر الساعي بره، واحمد عيد واحمد ايمن منصور يعني بس كل اللعيبه الجيده او اللعيبه الدوليه موجودين. ما هو المصري السنه دي عنده توازن في الفرقه الحقيقه، عنده دكه بدلاء جيده جدا، وعنده لعيبه بتلعب في الملعب بشكل كويس جدا. فعنده توازن بين الحاجتين. الدكه لما بتبقى عندك جيده جدا بتدي لك ثقل كبير جدا في المباراه ان انت تقدر تغير في اثناء المباراه. بيبقى عنده عدد كبير من اللعيبه بالظبط. يمكن انا شايف النهارده المباراه هتبقى متكافئه من الفرقتين. الحلول الفرديه للعيبه هي اللي هتصنع الفارق في الشوط الاول للفرقتين. الفرقه بتاعت المصري الحقيقه عندها توازن بين الدفاع والهجوم، وبيلعبوا ككتله واحده بشكل جيد جدا. مصر بيبدا مهاجم المباراه. ما هو طبعا في الماتش من الاول عايز يحافظ على طبعا هو النهارده المنافسه شرسه جدا، ومباراه اعتقد ان هي تبقى من امتع مباريات الدوري السنه في الدور الاول، لان الفريقين الحقيقه عندهم امكانيات لعيبه جيده جدا، عندهم امكانيات بدنيه وفنيه كويسه. يمكن التوقف اللي حصل للتصفيات المؤهله لكاس العالم وفتره الاسبوعين، نشوف النهارده في تغيرات في اللعيبه. احنا شفنا النهارده محمد اسماعيل دخل في قائمه نادي الزمالك، ادم كايد اول مره يبدا اساسي في قائمه نادي الزمالك. شايفين النهارده عبد الحميد معالي بعد استبعاده فنيا في ال5 مباريات الماضيه، فرجع النهارده في التشكيل. فاعتقد ان في بعد فتره التوقف اللي حدثت دي في لعيبه كتير جدا ممكن تعمل يبقى في مفاجآت في المباراه النهارده. بيدير المباراه النهارده طبعا طاقم تحكيم دولي، طبعا محمود ناجي الحكم الدولي لسه راجع من بطوله افريقيا. طبعا محليين. ايوه حكم متميز جدا محمود ناجي، ومعاه مساعدين سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان، والحكم الرابع احمد عبد الله. الفيديو بقى احمد الغندور، الحكام الكبيره طبعا. ومساعد الحكام احمد جمال
مباراه مهمه جدا، طبعا. واختيار التحكيم برضه طبعا طاقم جيد طبعا جدا. طبعا. مباراه النهارده بالنسبه لنادي الزمالك المباراه السادسه. الزمالك لعب 5 مباريات، كسب 3 مباريات، تعادل واحده وخسر مباراه. الزمالك تعادل مباراه وخسر مباراه، وكسب 3 مباريات. خسر من اخر مباراه من وادي دجله، من وادي دجله 2-1. مفاجاه كبيره جدا. المصري البورسعيدي بقى ما خسرش ولا ماتش، كسب مباراتين، كسب 3 مباريات وتعادل ماتشين. يعني كسب الاتحاد وكسب الطلائع، وكسب اخر مباراه لغلبة الاسماعيليه 4 اهداف، وتعادل مع بيراميدز والحدود. مدربه يعني نبيل الكوكي الحقيقه عامل توليفه من اللعيبه جيده جدا السنه دي. عنده زي ما بقول لحضرتك عامل طريقه لعب، يمكن كانت طريقه لعب المصري مع كابتن علي ماهر كان بيلعب بطريقه فيها نوع من الاستحواذ بشكل كبير، ولكن نبيل الكوكي عمل حاجه مختلفه شويه، عمل لعب مباشر. ما هو دايما اللعب المباشر هو اللعب الهجومي. هو لعب مباشر بحيث ان هو يوصل لمرمى الخصم في اقل عدد لمسات باسرع وقت ممكن. وده اداله احقيه كتير جدا ان هو عنده فرص في الاكس جي في الاهداف المتوقعه 6. هو احرز 13 هدف، يعني في نص المعدل التهديفي ما كانش متوقع، وده يرجع لامكانيات اللعيبه الحقيقه الجيده جدا اللي هو بيعتمد عليها. عمل فارق في الفريق، يعني زميلنا عاصم جاب صورته، هو الفارق مع الفريق فعلا. طبعا. دايما المدرب لما بيبقى عنده الادوات هي لعيبه. شايف ان نبيل الكوكي عنده ادوات جيده وبتنفذ طريقه لعبه وامكانياته واسلوبه، والحقيقه ده احنا شايفينه على ارض الواقع. النهارده بنشوف مثلا بيلعب الزمالك بيلعب بالضغط العالي من اول دقيقه، فده بيقول لك ان هو راجل عنده ثقه في لعيبته وفي امكانيات لعيبته، وعنده ثقه في شخصيته كمدرب. ده شخصيه المدرب الكبير الحقيقه اللي بينقل ده بقى من خلال اللعيبه في الملعب. بيبان على اللعيبه الثقه، وبيبان على اللعيبه القوه الهجوميه اللي هم بيشتغلوا بيها طول الوقت. فالحقيقه نبيل الكوكي واحد من المدربين الحقيقه اللي غير اسلوب اللعب في الدوري المصري في ال5 مباريات الماضيه. تتوقع السيناريو هيستمر كده؟ هو بدأ طبعا المباراه بدأ من البدايه هجوم متواصل من المصري البورسعيدي، وهي هجمه يعني انا اعتقد ان طبعا المصري البورسعيدي وبيهاجم بس هو خلي بالك دي سلاح ذو حدين. الهجمات المرتده هتبقى خطره جدا على النادي المصري. بيهاجم ب 2 3، لا ده بيهاجم هو بيلعب نفس الطريقه بتاعه جوارديولا، بيهاجم ب8 لعيبه وبيدافع ب2 وواحد قدام واحد. وده اوقات لو انت امكانيات اللعيبه البدنيه مش تقدر تساعدك تعمل لك مشاكل كبيره. لو مساعدين بقى اللعيبه المدافعين مش صراع بالظبط تعمل لك مشاكل كبيره، وخاصه لما بتلعب قدام انديه كبيره زي الزمالك والاهلي والفرق الكبيره وبيراميدز. بيبقى اللعيبه المهاجمين عندهم سرعات عاليه وعندهم امكانيات فنيه وفرديه عاليه، ممكن تعمل مشاكل لنبيل الكوكي. يعني انا اعتقد ان هو ممكن ما يكملش المباراه بالضغط العالي في 90 دقيقه، ممكن يدرج المباراه، ممكن يحاول. هو دلوقتي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يجيب هدف وبعد كده يبدا يعمل التامين الدفاعي. عرضيه رهيبه دي حقيقه. والتمركز بتاع نادي الزمالك في الناحيه الدفاعيه الحقيقه غير جيد، مش كويس خالص. بالظبط كده. التمركز الدفاعي للعيبه فيه مشاكل دايما، حتى في الدوري من بدايه الدوري كل الانديه المصريه عندنا مشاكل في التمركزات الدفاعيه. يمكن احنا لو جينا نبص على الاهداف اللي احرزت في خلال ال5 مباريات الماضيه هنلاقي ان معظم الاهداف اللي دخلت من كرات عرضيه، من فاولات، من قران. ليه؟ لان التمركزات الدفاعيه للمدافعين مش افضل حاجه. تتوقع سيناريو الماتش كده يعني المصري، بس واضح ان المصري عنده رغبه ان هو يتقدم، مش ما عندوش اي حذر. وخطف الزمالك كان عايز يخطف. يعني الزمالك هيسيطر على المباراه بعد ما اللعيبه تبدا تاخد بس ثقه يدخلوا في الجيم. هتلاقي الزمالك بيستحوذ على المباراه بشكل جيد، لان الامكانيات الفنيه للعيبه اللي موجوده في النادي الزمالك هي امكانيات فنيه عاليه. اللعيبه اللي موجوده كلها عندها المهاره. مصر ولا الزمالك؟ هي الكافه لعيبه جامده هنا ولعيبه جامده هنا. الكافه الحقيقه متوازيه بين اللعيبه، لكن الزمالك عنده 2 3 عندهم المهاره اعلى شويه. يعني عندك ناصر ماهر يقدر يخلق لك الحلول، عندك ادم كايد اصلا هو لعيب مهاري من الدرجه الاولى، عندك اخوان الفين الحقيقه لعيب مهاري بشكل جيد جدا يقدر يصنع الفارق ويقدر يعمل لك حلول. المصري عندك الحقيقه طبعا دهموم الحقيقه لعيب جيد جدا. وخلي بال حضرتك ده احرز 4 اهداف 5 مباريات وعمل 3 اسيست في 5 مباريات، وده بيقول لك ان هو لعيب عنده رؤيه عاليه جدا وبيقدر يشتغل
في عمق الملعب، بيعمل الباس في عمق الملعب زي بشكل ما جيد كان ممكن جدا. واحد بيتكلم كده، ناصر ماهر عمل هجمه جامده جدا وكان قريب من احراز هدف. واضح المباراه بقى بص رايحه ما جايه، هو ده بقى عشان امكانيات صعب اللعيبه، صعب تتوقع النتيجه. امكانيات اللعيبه متقاربه، لعيبه والامكانيات حريفه كتير الفنيه بالظبط كده. فانت هتلاقي الكره مش هتقف كتير، مم. وهتستمتع بالكره لان انت بتتفرج على لعيبه كلهم عندهم الناحيه المهاريه عاليه. بالتاكيد. طب احنا يا رايح نروح نتفرج على المباراه طبعا. مشاهدي ومتابعي التلفزيون المستقبل هنروح نشوف الزمالك يكسب 1-0 الشوط الاول. تتوقع الشوط واحد. ان شاء الله. اتوقع اكتر من هدف بقى، سواء بقى 1-1 1-1 او لا، بس انا بقول لحضرتك بالماتش الزمالك السيناريو ده الزمالك هيكسب 1-0 الشوط الاولاني. الشوط الاول. هنشوف لسه، هنشوف نعتقد ان شاء الله. مشاهدي ومتابعي التلفزيون المستقبل نروح نشوف الشوط الاول مباراه الأهلي والمصري في الجوله السابعه من الدوري، ونرجع لكم تاني مع كابتن رامي سعد. الزمالك يتقدم على المصري البورسعيدي بهدف مقابل لا شيء احرزه اداي الدباغ في الدقيقه 29. مباراه مثيره، فرص ضائعه من الفريقين، مباراه بالفعل تستحق ان هي تكون مباراه قمه في الدوري ومباراه صراع على الصداره. رايك يا كابتن مباراه؟ احنا قلنا 1-0 قلنا 1-0 للزمالك في الشوط الاول. الحقيقه مباراه رائعه جدا من الفرقتين. توقعت 1-0. الفرقتين الحقيقه بيأدوا مباراه جيم مفتوح، هجمه للزمالك هجمه للمصري، مباراه ممتعه جدا. زي ما قلت لحضرتك في اللقاء، في بدايه اللقاء يا كابتن عمر، قلنا ان النواحي المهريه والفنيه للعيبه هي اللي هتصنع الفارق. امكانيات اللعيبه الفرديه هي اللي هتصنع الفارق، وشفنا ده. عبد الله السعيد الحقيقه واحد من اللعيبه المميزه قوي في الشوط الاول. ناصر ماهر الحقيقه واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا الشوط الاول. ادم كايد الحقيقه عمل ثرو باس جيد جدا 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 لناصر ماهر، وناصر عملها في اتجاه المرمى، وبعدين كمل عداد دباغ وجاب الهدف. مباراه انا شايفها من الناحيه الفنيه ممتازه للفرقتين، للزمالك وللمصري. الزمالك بيستحوذ على مجريات المباراه، المصري بيشتغل على الكاونتر اتاك، الارتداد من الدفاع للهجوم الحقيقه بشكل جيد جدا. طبعا المصري ضيع اكتر من ثلاث اهداف محققه. ولكن الزمالك زي ما قلنا في اول المباراه، المصري هيلعب ضغط عالي على الزمالك، والزمالك اول ما اللعيبه تبدا تدخل في الجيم هتستحوذ على الكوره زي ما شفنا، وده اللي حصل. عبد الله سعيد الحقيقه لعيب من اللعيبه اللي عندها حلول وبتخلق حلول كبيره جدا لفرقه الزمالك. ناصر ماهر امكانيات رائعه جدا. الفينا الحقيقه في النواحي الفنيه والمهاريه الحقيقه انه مولود في مصر، تحس ان هو مولود عندنا في حواري 100 عقبه. لعيب الحقيقه لعيب واحد ضد واحد، لعيب مهاري جيد جدا. عداد دباغ يمكن الحته البدنيه عنده مش جاهزه بشكل جيد، ولكن بيقول ان انا مهاجم جيد، عنده امكانيات جيده جدا في الاستلام تحت الضغط بشكل كويس. يمكن عنده مشاكل في النواحي البدنيه، وده عامل له ان هو اكتر من مره تسلل. اعتقد لما يجهز بدنيا هيأدي بشكل افضل، وهيبقى واحد من اللعيبه الجامده جدا في الدوري المصري السنه دي. بتقول لي صفقات الزمالك مهاريه كويسه، لكن عندهم مشكله بدنيا، لان هم ما حضروش فتره الاعداد مع الفريق، وهم ناهين الموسم متاخر، فده برضو فترة الراحة اللي حصلت وعملية الانتقال ومن بلد لبلد والاجواء وكل الكلام ده بتبقى عوامل مؤثرة على اي لعيب. ولكن لما يبداوا يدخلوا في الجيم هتلاقي اللعيبة بتأدي بشكل كويس. اهم حاجة ان احنا عندنا النواحي الفنية كويسة، وبعد كده النواحي البدنية بتكتسب مع الوقت. يعني بيقولوا تفوق على كوكي الشوط الاول ولا؟ الحقيقة يعني انا شايف ان هما الاثنين ليهم بصمة. يمكن احنا عندنا بس مشكله في حته البيلد اب من تحت، عندنا بطء من الاثنين المدافعين، والتحركات بتاعت اللعيبه محتاجه تبقى اسرع من كده شويه. الكوكي بيلعب بضغط عالي لانه بيعتمد على امكانيات اللعيبه المهاجمين، وبيعتمد على دغموم الحقيقه اللي واحد من احسن اللعيبه الموجوده في الدوري المصري في الوقت الحالي. عنده حلول في اللعيبه اللي قدام، عنده صلاح محسن. بيحترم بعض اللعيبه طبعا لعيب له تاريخ، ولعيب كلاعب نادي الاهلي، ولعيب بامكانياته عاليه. دغموم لعيب واحد من افضل لعيبه وهداف الدوري المصري. عندك طمنين ده لعيب جيد جدا ولعيب مميز جدا. فلا المصري عنده امكانيات لعيبه الحقيقه جيده جدا، وعنده حته زي ما قلنا بيتحركوا ككتله واحده في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه. بس هي الفكره ان هو زي ما قلنا برضو في بدايه المباراه لما هم بداوا بضغط عالي، قلنا ان الكاونتر اتاك هيعمل مشكله كبيره جدا لفرقه المصري، وده اللي حصل في الجول بتاع عداد دباغ. اتوقع الشوط الثاني بقى، الشوط الثاني هيحصل تغييرات، سيناريو التوقعات.
اعتقد ان الكوكي هينزل عايز يعوض الخساره بتاعت الشوط الاول، وهيلعب بضغط عالي طول الوقت لحد ما يحاول يحرز هدف. ممكن بعد كده يبدا يلعب في ال 60 يارده سوري ال 40 يارده اللي في نص الملعب، بحيث ان هو ما يجازفش بالثلاث نقاط، وخاصه ان الثلاث نقاط اللي الفرقه اللي هتاخدها هتتصدر الدوري، وهتديله بقى يعني دفعه معنويه عاليه جدا. المباراه اصلا جماهيريه، طبعا طبعا طبعا. البدايه من الصبح من الساعه 10 بيتوجهوا لبرج العرب، وجماهير الزمالك برضه بيسات من الصبح بتروح برضه لبرج العرب، مباراه واخده الجو الجماهيري طبعا، وده اللي عامل اثاره جوه الملعب. ده حقيقه. النادي والفريقين فرقتين جماهيريتين، يعني عندك النادي المصري له جمهور الحقيقه عريق جدا، وبورسعيد الحقيقه من العشاق لكره القدم، والنادي الزمالك عنده طبعا قاعده جماهيريه عريضه جدا وعريقه. اعتقد ان الشوط الثاني الزمالك هيلعب على الاستحواذ على الكوره، ويبدا يلعب على الاختراقات من عمق الملعب. تغييرات متوقعه ايه للفريق؟ شايف ان ممكن يدي عداد دباغ 10 دقائق او حاجه ويبدا يغيره. عنده حلول بره بالنسبه لناصر منسي، عنده حلول، عنده ناصر منسي وعنده احمد شريف وعنده عمرو ممكن يشارك. عبد الحميد معالي ممكن ينزل في اخر الشوط لو اجهد الفينا. ممكن نشوف عبد الحميد معالي، لعيب على فكره امكانياته جيده جدا ولسه صغير في السن، محتاج ياخد بس ما ندلوش يعني محتاج ياخد تدريجي عشان يبدا يدخل في مود اللعب ويقدر يعمل فارق ويصنع الفارق. لعيب امكانياته الفنيه عاليه جدا. بالنسبه للكوكي بقى، الكوكي هيتعامل مع الماتش ازاي؟ انا شايف ان هو طبعا لا هيحاول يغير في نص الملعب، لان هو محتاج يمتلك الكره في نص الملعب اكتر من كده، لان هي دي مشكلته، اللي امتلاك الكره في نص الملعب للزمالك اكتر، خاصه ان الضغط بتاع الزمالك اعلى من الضغط بتاع المصري في نص الملعب. عبد الله السعيد الحقيقه تحركاته وهو اللي عامل التحول الهجومي للزمالك في كل كره تقريبا، بيعمل ثرو باس من اقل لمسه، فمحتاج ان هو يقرب له حد شويه يخليه. لو قفلنا على عبد الله لو هو قدر يقفل على عبد الله سعيد ممكن يعمل مشاكل للزمالك في الشوط الثاني. نص الملعب هو كلمه السر للمصري وللزمالك في الشوط الثاني، اللي هيقدر يمتلك الكوره في نص الملعب هو اللي هيقدر يكسب الثلاث نقاط. توقع الشوط الثاني بقى مين، يعني مين اللي يكسب؟ انا اتوقع ان الزمالك يقدر ان هو يعزز التفوق بتاعه، ويقدر هو عنده كمان دكه جيده جدا ممكن تصنع له الفارق. اعتقد ان هو هيبدا يحافظ على النتيجه والاداء، هيحاول يحاول ان هو يستحوذ على الكوره لاكبر وقت ممكن، وده كل ما بيدخل في وقت المباراه كل ما العوامل زي ما بيقولوا السيكولوجيه النفسيه بتاعت اللعيبه بتقل شويه. متوقع ان الزمالك عايز تقدم ويكمل فوز بقى؟ اعتقد ان الزمالك ممكن كمان يجيب جول الشوط الثاني، لان خلي بال حضرتك المصري هيبدا يهاجم، فهو ممكن يلعب على الريسك بتاع الكاونتر اتاك، ممكن يقدر يجيب جول ثاني. اظن اوشينج ممكن يشارك في المباراه طبعا، صفقه جاي في اخر لحظات طبعا، كلام كتير جدا ان هو هيفرق مع الزمالك، في ناس متوقعات. تتوقع سيناريو ممكن يشارك مكان عمر جابر في الشوط الثاني. اعتقد ان هو لعيب اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك في ناحيه الرايت باك او الفول باك رايت. لعيب كويس ولعيب جيد وعنده امكانيات جيده ولسه صغير في السن. اعتقد ان الراجل ممكن يشركه في الشوط الثاني ويبدا يريح عمر شويه، لان عمر برضو يعني باين عليه عمليه الاجهاد البدني، فاحنا محتاجين حد يبقى عنده النواحي الهجوميه كمان عاليه وعنده سرعات، والحقيقه لعيب جيد جدا. عايز اسالك عن محمد اسماعيل، في من ضمن الحاجات اللي كنا بنتفرج كنت بتقول لي ان الزمالك عنده فيه ارتباك دفاعي شويه. ارتباك دفاعي حاصل، هو مش حاصل من محمد اسماعيل، حاصل من حسام عبد المجيد. يعني عدم الانسجام دي واحده من الحاجات. حسام عبد المجيد بيعيش اسوأ فتراته من بدايه السيزون، يمكنها السيزون الماضي افضل مدافع في الدوري المصري، ولكن حته عمليه انتقاله للانديه في اوروبا لانديه مختلفه، عدم التجديد بالظبط كده، فكل دي عوامل الحقيقه اثرت عليه ذهنيا. النادي ما تعملش شيء سيء، الزمالك يعني بيلعب اساسي، موجود اساسي، ما حدش يستبعده، ما عشان ما فيش حد موجود، ما هو ما فيش عندنا بدايل. هو لو الزمالك عنده بديل، الزمالك عنده صلاح مصدق، الونش التوقف، زناري اللي مشي كويس في البنك، لو اعتقد لو محمد اسماعيل اثبت نفسه هيبقى موجود بقوه في المباراه اللي جايه، وخاصه ان هو الحقيقه لعيب كورته كويسه جدا وعنده ثقه في نفسه وفي امكانياته، ويمكن بانت في اكتر من كوره بياخد الكوره وبيمشي بيها لقدام، وده بيبان قد ايه لعيب عنده ثقه في نفسه وفي امكانياته.
ادم كده انت شايف مكانه كده مظبوط ولا هو ادم كاد انا شايف بالنسبه لي 8 افضل من وينجر، لان هو كمان عنده الالتحامات قليله، ثاني كويسه؟ لكن هو لعيب عنده رؤيه جيده. طبعا لعيب لعب في اوروبا اكيد عنده امكانيات جيده، ولكن هو كمان لسه برضه عمليه الاكتمال البدني لسه مش موجوده. احنا قلنا ان يمكن عشان اللعيبه دي ما عملتش فتره اعداد مع نادي الزمالك من بدايه السيزون، ونادي الزمالك ما عملش فتره اعداد لمده 6 7 اسابيع، وده مأثر على الفرقه في المباراه الاولانيه. ويمكن التوقف ده انا شايف ان حاله الفرقه البدنيه احسن شويه من المباراه السابقه. بالنسبه للمصري اخيرا يعني كلنا يعني عندنا في مفاجاه ان في خالد صبحي مدافع لاعب اساسي مع طبعا. منتخب طب وظهر بمظهر جيد جدا مع النهارده كابتن بره. حسام حسن احمد الحقيقه. عيد موجود بره، صحيح. في اكتر من لاعب برضه يعني عمر الساعي عمر الساعي وحسين فيصل من اللعيبه، يعني حسين فيصل من اللعيبه الجيده جدا، وواحد من ابناء نادي الزمالك، ولعيب عنده رؤيه في الملعب ولعيب جيد. ولا هو انت شايف ان هو ممكن يكون اعتقد ان هم جايين من يعني خالد صبحي لعب مباراه افريقيا، المباراتين بتوع تصفيات المؤهله لكاس العالم، واحمد عيد لعب اخر مباراه في قدام جيبوتي قدام بوركينا فاسو سوري. فاعتقد ان ممكن يكون مجهد بدنيا، والسفر والعوامل الجويه اللي هناك الطقس مختلف عن مصر، فاعتقد ان اللعيبه مجهده ممكن يكون مريحهم، ممكن نشوفهم في الشوط الثاني. اكيد. نروح طبعا نشوف مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي. الشوط الاول تقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء احرزه عدي الدباب. برضه النهارده كان في مباريات ثانيه مقامه، في حد حاليا مباراه سيراميكا كليوباترا مع سموحه الشوط الاول بالتعادل بدون اهداف. كان في مباراتين النهارده، غزل المحله والمقاولين العرب تعادل 1-1، وحرس الحدود بيواصل التألق وبيتفوق على الجونه بهدفين مقابل لا شيء. وامبارح كان طبعا بدايه الجوله السادسه، زد حقق فوز مهم على الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. فاركو تعادل مع الاتحاد السكندري بدون اهداف. بتروجيت والبنك الاهلي 3-0 للبنك الاهلي في اول ظهور لايمن الرمادي بتولى المهمه خلفا لطارق مصطفى. هنروح طبعا نشوف مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي، وهنتابع مباراه سيراميكا وسموحه. الزمالك يهزم المصري بثلاثيه نظيفه وتصدر الدوري بجداره. مباراه مثيره جدا، مباراه تليق بالفريقين. 3-0 للزمالك، لكن المصري قدم عرض جيد جدا في مباراه بالفعل تليق بفريقين بيصارعوا على صداره الدوري باذن الله. شفت يا كابتن الماتش ازاي؟ مبروك طبعا. الله يبارك فيك، ومبروك للجماهير الزملكاويه، ومبروك لنادي الزمالك، وزي ما بيقولوا كده بقى يانيك فريرا يعتمد اوراقه رسميا لاستكمال المهمه لنهايه السيزون مع الزمالك. مباراه جيده جدا من نادي الزمالك. يمكن زي ما قلنا في الشوط الاولاني، قلنا الشوط الثاني المصري هيحاول ينزل يضغط على الزمالك من قدام، وقلنا لو نص الملعب اللي هيقدر يمتلكه هو اللي هيقدر يكسب الشوط الثاني، وده حصل من فرقه الزمالك الحقيقه. امتلاك للكوره واللعب على الكاونتر اتاك، والحقيقه عبد الله سعيد مفتاح لعب نادي الزمالك في الشوط الاول والشوط الثاني، لعيب في العمر ده بيأدي بالشكل ده، فلعيب جيد جدا. ويمكن كمان عبد الله سعيد اعتقد ان هم ممكن يديله مان اوف ذا ماتش. والزمالك يعني حالته النهارده احسن كتير قوي من المباريات السابقه. يمكن الاسبوعين بتوع التوقف افاد نادي الزمالك كتير جدا. شفت اللعيبه الجديده، اللعيبه اللي لسه بالظبط، واللعيبه كمان يعني ما اثبتوش نفسهم بالشكل الجيد، ولكن عايزين يقولوا ان احنا موجودين وان احنا الهدف الاول بالظبط. فانا شايف ان لا، نادي الزمالك النهارده حالته افضل كتير. الشوط الثاني نادي الزمالك امتلك الكره بشكل احسن. المصري بدنيا النهارده وحالته الفنيه مش احسن حاجه، يمكن المباريات اللي قبل كده كان افضل كتير. بصراحه يعني هم ضيعوا فرص ووصلوا للجول اكتر من مره، ولكن ما عرفوش يستغلوا الفرص. الزمالك كل الفرص اللي راح بيها يمكن هجمتين او حاجه هم بس اللي ما استغلوهاش، ولكن كل الفرص اللي راح بيها نادي الزمالك سجلها وعمل مباراه جيده. عوده احمد حمدي عوده جيده، بنتمنى له التوفيق في اللي جاي. احمد ناصر واحمد شريف، عمرو ناصر واحمد شريف ان شاء الله. احمد شريف انا شايف انه ممكن يبقى اضافه كويسه لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. عبد الحميد معالي عنده بس لسه محتاج ياخد زي ما قلنا ياخد تدريجي. الحقيقه انا شايف نادي الزمالك حالته النهارده افضل كتير. برضه خد كتير يعني، برضه خد تقريبا 30 دقيقه اكتر من 30 بالظبط مكان ادم كايد بالظبط. فانا شايف لا، حاله الزمالك النهارده افضل، الحاله الفنيه والبدنيه افضل كتير. يمكن الحاله البدنيه والفنيه للنادي المصري في الشوط الثاني ما كانتش افضل. ممكن نقول حوافز للفوز كانت اكبر عند الزمالك، خاصه طبعا بعد الخساره
طبعا في الجوله اللي قبل كده قدام وادي دجله، وكان فيها حاله توتر، والجهاز الفني في ناس تقول عايز يمشي بريرا، في انتقادات للاداره، انتقادات لجون ادوارد. النهارده عشان كده حتى تلاقي المقصوره النهارده، يعني كان في فيديو زميلنا العاصي جايبه، في حاله فرحه كبيره جدا من مسؤولي الزمالك، مجلس الاداره والمسؤولين عن الكوره. يعني بصوا زي ما زميلنا العاصي جايب، بص ما انا في عايز اقول فرحه مش طبيعيه، عشان هو واضح ان هم كانوا مضغوطين. طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. طبعا الضغوط اللي موجوده على مجلس الاداره وعلى جون ادوارد، وخاصه ان احنا كنا بنقول ان المدير الفني بالنسبه لنادي الزمالك ضعيف، ولكن في زي ما انت كنا بنتفرج على المباراه حضرتك قلت لي كسب افضل 3 فرق في الدوري لحد دلوقتي. يمكن الاخفاق اللي قدام المقاولين تعادل، ضيعت نقطتين قدام المقاولين، وخسر مباراه امام وادي دجله. ولكن انا شايف ان احنا ماشيين. الزمالك كسب مين؟ الزمالك كسب سيرفيكا، وفيوتشر كسب مودرن فيوتشر اللي هي فرقه قويه جدا طبعا بتنافس على الدوري دلوقتي، طبعا كسب يعني كسب مودرن وفاركو. سيراميكا، لو كسب فاركو، وكسب النهارده بيكسب وكسب المصري النهارده متصدر الدوري و3-0 الحقيقه نتيجه كبيره واداء جيد. نتيجه مش كويسه مع مين؟ تعادل مع المقاولين وخسر من وادي دجله الفرقتين الصاعدين. صحيح. فانا شايف النهارده لا، الحاله الفنيه والبدنيه للعيبه النهارده افضل كتير. شايف ان نادي الزمالك ان شاء الله بس الفرقه تكمل على كده، يعني تبقى بدايه ونبني عليها. لو مشينا بالشكل ده انا اعتقد ان احنا ممكن ناخد الدوري السنه دي. بالظبط على الزمالك. المصري فرقه جيده، عنده امكانيات لعيبه جيده جدا. النهارده غير موفق بدنيا وفنيا، في سوء توفيق من اللعيبه قدام المرمى. ولكن انا شايف في المجمل المباراه مباراه من المباريات الممتعه الحقيقه. المباراه يمكن توقفت بس في ضربه الجزاء، ولكن قبل كده المباراه بالظبط كده طلب ركله جزاء للزمالك بالظبط. فالمباراه كانت سريعه وممتعه من الفرقتين. اتاكد ان هي ركله جزاء، وبعد كده في حصل لبس، الناس تخيلت ان هو يبدا طرد مباشر او يبدا انذار تاني للاعب محمد هاشم بالظبط، ومنها اتطرد طبيعي بالظبط. مش طرد مباشر بالظبط. فانا شايف لا، مباراه جيده، مباراه جميله النهارده، مباراه يعني كان فيها تكافؤ الفرص. في الشوط الاول الزمالك تغلب على المصري بهدف، الشوط الثاني اعتقد ان الشكل والاستحواذ والاهداف لنادي الزمالك. نادي الزمالك كان افضل كتير جدا في الشوط الثاني من نادي المصري، وقدر يحرز هدفين، ونتيجه 3-0 نتيجه كبيره ونتيجه جيده ونتيجه كبيره على نادي متصدر الدوري، هو المنافس القوي دلوقتي على الدوري في الفتره الحاليه. فانا شايف ان مباراه جيده ونقطه نقدر نبني عليها في المشوار للدوري. بالظبط، يبني عليها بالظبط. بالنسبه لفريرا النهارده بتبص على التغييرات، برضه تحس الموضوع راجل مقسم المباراه. صحيح. يعني في الدقيقه 62 نزل عبد الحميد معالي مكان ادم كاي، وبعد كده في الدقيقه 63 نزل عمرو ناصر مكان عدي الدبال. في الدقيقه 80 هو بيدرج الجزء البدني، هو شاف ان ادم كايد كان شريف واحمد حمدي مكان اخوان الفينا ومكان ناصر ماهر بالظبط. واحمد فتوح نزل بقى في اخر الوقت الضايع مكان دونجا. انا شايف ان الراجل هو كان مقسم الماتش كده، ولا هو شايف الجزء البدني عند اللعيب. هو كان سايب كل لعيب يجيب اخر الجزء البدني اللي عنده. احنا حتى واحنا بنتفرج على المباراه ادم كايد فيه اكتر من كورتين قبل ما يخرج مش قادر يستلمها، مش قادر يقف عليها. هو مش جاهز بدنيا بالظبط. فهم اللعيبه مش جاهزه بدنيا، هو يمكن بيشتغل على تقسيم الحمل البدني، ودي من العوامل المهمه جدا للمدير الفني انه يبقى مقسم المباراه للاجزاء البدنيه للعيبه، بحيث ان يقدر يطور اللعيب ويزوده بدنيا عشان ما يجهدش ويتعرض للاصابه. فانا شايف ان هو اتعامل النهارده بشكل جيد مع المباراه، ويمكن كمان النادي المصري ساعده على ده. حاله النادي المصري ساعدته على ده. في حاله توتر، يعني مباراه يعني فيها توتر في طبعا عشان المنافسه على الدوري طبعا، لكن برضه الحكم لما تيجي تتكلم في النهارده في مثلا يعني 6 انذارات وطرد. صحيح. 3 هنا و3 هنا، والطرد بتاع محمد هاشم. صحيح. هتحس المباراه فيها اثاره وفيها عصبيه. هو مباراه المصري في العموم، مباراه المصري مع الانديه الكبيره بيبقى فيها نديه كبيره، خاصه الزمالك. بالظبط، كان بيبقى متفوق على الزمالك. النهارده الزمالك بيتخلص من العقده دي. ما خلاص، هو بقى له 4 ماتشات ما كانش الزمالك عارف يكسب المصري. ودي يعني كان فيها برضو ضغط على لعيبه الزمالك النهارده ان هم يكسروا الحاجز ده. قدروا يكسروه ويكسبوا 3-0 بنتيجه كبيره عليه، وخاصه ان هو متصدر الدوري والزمالك هتصدر الدوري. فدي انا شايفها خطوه كبيره جدا لنادي الزمالك في مباراه النهارده. طب في جزئيه النهارده برضه مهمه، شيكابالا طبعا مهاجم جيد جدا وتميز مع الفتره اللي فاتت. النهارده استبعده خالص من قائمه المباراه عشان يتاخر في تواجده مع منتخب بلاده. انا شايف ان هو يعني طبعا يعني انا هو سلاح ذو حدين، ان انا اقدر اخصم من اللعيب واخليه متواجد معايا لو احتاجته في الشوط الثاني انا ادخله.
انا شايف ان هو بيستخدم سياسه الاقصاء دايما. يعني احمد حمدي حصلت مناوشات خرجوا بره الفريق فتره. سيف الدين الجزيري حصل مناوشات خرج بره الفريق خالص. فهو راجل بيعمل عمليه الاقصاء، ودي اوقات ممكن تاثر عليه. يعني لو عنده نقص في اللعيبه في اماكن معينه هيبقى عنده مشكله فيها. ففي طرق تانية يقدر ان هو يعني يعاقب اللعيبه بدون ما يخسر اللعيب في نفس الوقت. يعني يقدر يخصم منه فلوس. ودي من الحاجات اللي بالنسبه للعيبه المحترفه بتبقى صعبه عليهم. هو اهم حاجه عنده الفلوس. فلما تخصم منه فلوس هو هنا يقدر زي ما بيقولوا كده انت ايه بتعاقبه عقاب شديد عليه. بدل ما تستبعده. هو لو استبعده وما خصمش منه فلوس يبقى ما عملتش حاجه. طب تقييمك بشكل عام لصفقات الزمالك حتى الان جيده. يعني اللعيبه اللي بيشارك سواء ادم كاي او ده الدباغ النهارده بيحرز هدف، الفينا متالق، معالي بيخش النهارده في الماتش، احمد شريف بيشارك في جزء من الماتش، وهكذا. انا شايف ان بشكل عام صفقات الزمالك بشكل عام جيده، ولكن لم تكتمل اللياقه البدنيه، فما تقدرش تقول عليهم ان هم يعني ممتازين او متوسطين. لا، هم جيدين، لعيبه عندهم امكانيات فنيه عاليه، ولكن الجانب البدني قليل. اعتقد لما الجانب البدني عند اللعيبه يكتمل هتبقى الامور افضل كتير. لان اللعيب بدل عنده النواحي البدنيه النواحي الفنيه عاليه، النواحي البدنيه بيكتسبها مع الوقت. طب بالنسبه للمصري البورسعيدي برضه النهارده برضه جماهير المصري تحس متوتره ومشدوده والجهاز الفني مشدود طول الوقت. الصدمه دي الحفاظ على الصداره دايما بيبقى صعب. يعني بيبقى بيحط اللعيب تحت ضغط، والمدير الفني بيتقدم بالظبط فجاه في كل الدوريات وكده بيبتدي يرجع. بالظبط. النهارده هل هم خايفين ان هو يرجع؟ انا شايف ان هم النهارده عمليه ان هم عليهم يرجعوا ولا الفرقه تقدر تلم نفسها تاني؟ اعتقد ان هم ماشيين في التراك الصحيح. عندهم مدير فني جيد، عندهم امكانيات لعيبه جيده، عندهم اداره الحقيقه اداره جيده جدا جدا جدا. فانا شايف ان هم لا هيقدروا يلموا نفسهم ويرجعوا تاني، وخاصه الخساره من نادي كبير زي الزمالك. هو مش خسران من نادي مثلا في قاع الجدول او حاجه. هل ممكن يبقى في رد ضد الجهاز الفني في موقف مثلا؟ اعتقد ان مفيش اي رد فعل ممكن يحصل دلوقتي، لان هو عنده ماتش بعد 4 ايام او 5 ايام. فهتبقى الامور بالنسبه له صعبه. لو خد اكشن مع اللعيبه ممكن اوقات يعني تبقى بالعكس على الفريق. عنده غزل المحله يوم الاربعاء، عنده غزل المحله، وزي ما بقول لحضرتك هيبقى مباراه صعبه بعد 4 ايام. عنده مباراه قويه مع غزل المحله، وغزل المحله فرقه بتلعب زون ديفنس ولاعيبه جايه، وكابتن حسام يعني عامل ماتشات قويه جدا، متعادل مع الاهلي ومتعادل مع فرق كبيره وما خسرش ولا مباراه كابتن علي عبد العال. فدي هتبقى لو هو عمل اكشن مع اللعيبه دي ممكن تاثر على المباراه الجايه. انا شايف انه ممكن يلموا الفرقه ويعمل حافز للعيبه ان هم يكسبوا المباراه الجايه، ويبدا برضه يبقى متواجد في المربع الذهبي اللي هو انا اعتقد ان الاهلي هيرجع لمكانته الطبيعيه في الاربعه اللي فوق. بيراميدز هيبقى موجود في الاربعه اللي فوق. المصري ممكن يبقى موجود طول الوقت لو مشي بخطى زي ما هو ماشي. اعتقد ان هو هيبقى في الاربعه اللي فوق. المباراه الثانيه النهارده كان في 4 مباريات. الزمالك كسب المصري 3 اهداف مقابل لا شيء، سيراميكا كسب سموحه بهدف مقابل لا شيء، غزل المحله تعادل مع المقاولين 1-1، حرس حدود كسب الجونه 2-1، وامبارح جمعه كان قدر يتفوق على الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، وفاركو تعادل مع الاتحاد، وبتروجيت والبنك الاهلي كسب بتروجيت ب3 اهداف مقابل لا شيء. شايف النتائج دي؟ يعني انا شايف النتيجه القويه الحقيقه. البنك الاهلي طبعا كان متصدر الدوري فتره. كابتن ايمن رمادي الحقيقه مدرب من المدربين الكبار جدا، يعني انا شايف ان هو جهاز جيد جدا. احمد سمير مع كابتن ايمن الرمادي مع كابتن عبد الواحد السيد، الحقيقه توليفه جيده جدا. كابتن ايمن رمادي راجل مدير فني قدير ومدرب كبير وعنده رؤيه واستراتيجيه في اللعب. يمكن الزمالك استعجل عليه، ما ادالوش فرصه ان هو يكمل مع الفرقه. هو راجل جه فتره ولكن نهائي الكاس ونجح فيها، ولكن انا شايف ان هو مدرب كبير هينجح مع الفرقه وهيعمل حاجه كويسه. يمكن كابتن طارق مصطفى ما كانش موفق مع الفرقه من بدايه الموسم ده، اول مكسب ليهم السنه دي. فانا شايف ان هي كمان ويكسب انبي 3 فنتيجه كويسه جدا ونتيجه كبيره يقدر يبني عليها كابتن ايمن الرمادي ويمشي بخطى ثابت ويوصل لمرحله كويسه في الدوري. الزمالك بكره باذن الله يعني في مباراه الاهلي مع انبي الساعه 8، وفي كهرباء اسماعيليه مع وادي دجله، وطلائع مع مودرن. ومودرن بينافس على فكره، يعني مودرن برضه يعني ناس مش واخده بالها، مودرن 13 نقطه 10 نقاط يعني لو كسب واكتر فرقه تهديفيا بعد المصري.
بس هو الزمالك يعني هيبقى تقريبا المواجهه المباشره هي اللي تفرق تقريبا. فصحيح. يعني هو النهارده الزمالك الاول الدوري ب 13 نقطه، المصري البورسعيدي الثاني ب 11 نقطه، مودرن الثالث ب 10 نقاط، ليج الرابع ب 9 نقاط. اعتقد لسه يعني الجدول ده نزلنا على العصر بصراحه معانا لحظه بلحظه اهو، جدول على الترتيب على الشاشه موجود معانا اهو، كل حاجه واضحه فيه. الزمالك بيتصدر الدوري الجداره طبعا، بعدين المصري البورسعيدي. اعتقد انت شايف انت وجهه نظرك الورق هيتغير، الاهلي طبعا هيرجع طبعا يخش. طبعا الاهلي فرقه كبيره ونادي كبير وعنده امكانياته اللي يقدر يعود بيراميدز برضه بسرعه. عشان يبقى عنده وبيراميدز برضه فرقه كبيره الحقيقه. مم. فانا شايف ان الاربعه هيبقوا موجودين زي ما هم، زمالك بيراميدز اهلي مصري، لحد ما نشوف الاهلي هيوصل لمرحله عامله ازاي. بس على فكره الدوري المره دي في ناس مش واخده بالها، هو الدوري المره دي 21 نادي. ايوه، المرحله الاولى دي في 7 و14 تحت. 7 هيطلعوا ينافسوا على الدوري، بالظبط والباقيين هيتحدد بينهم الهابطين. بالظبط. ما هو انا ده اللي انا بقول لحضرتك عليه بقى، السنه دي ال 21 فرقه دي 7 ماتشات هيبقوا ماتشات هيبقوا طبعا هيبقوا ضرب نار كبيره جدا آه. لكل الفرق اللي هتنافس على الدوري والبطولات الافريقيه. وال 14 فريق اللي تحت اللي بينافس على الصراع للهبوط، هتبقى في زي ما بيقولوا كده تشويق كبير جدا واثاره كبيره جدا في الدوري السنه دي. متوقع الرباعيه الرباعيه هتمشي زي ما هي كده. بالظبط. وبيراميدز. انا شايف ان ممكن فيوتشر يخش معاهم خامس، وممكن يبقى الخامس والرابع بين المصري وفيوتشر. ولكن انا شايف ان الزمالك بيراميدز اهلي وبعد كده هيجي مصري فيوتشر، هتلاقي الترتيب ماشي بالشكل ده. هتشوف باذن الله. حبيبك يا عمر، حبيبك يا عمر. مشاهدي ومتابعي تلفزيون يوم السابع، النهارده كان عندنا مباراه الصداره على الدوري بين الزمالك والمصري. الزمالك كسب 3 اهداف مقابل لا شيء. احرز اهداف الزمالك عدي الجبار وعمر جابر وعبد الله السعيد. يتصدر الزمالك الدوري برصيد 13 نقطه، وينزل المصري البورسعيدي المركز الثاني ب 11 نقطه. مودرن الزمالك النهارده كبيره جدا كده. النهارده بنفس الوقت كان في مباريات، النهارده 3 مباريات. سيراميكا كسب سموحه بهدف مقابل لا شيء. المحله تعادل مع المقاولين العرب 1-1. حرس حدود وجونه، حرس حدود كسب بهدفين مقابل هدف. غدا باذن الله الاحد هيكون في 3 مباريات مهمه، الاهلي وانبي وقرابه اسماعيليه ووادي دجله وطلائع ومدن. باذن الله نشوفكم على خير في تلفزيون يوم السبت.